اللي أنتم منها وكبار ويدخلون جاهية على الأبو، لأن هناك القبائل تعتز بمثل موضوع دخول الرجال عليها وتطلبها طلب. وإن قدرت يقول له الكفيل لليماني هذا، يقول أنا مستعد أفتح لك بيت جنب بيت أهلك وطلع المرأة وعيالها برا وابعدها عن أبوك وعن المنظر وخلي أختك عند أهلها، وإلين الله يحدث الله أمرا كان مفعولا. وانسان طبعا انت الرجال اللي طلق اختك يبي فلوس ولا شيء عشان يعيد اختك، ممكن حنا نتفاهم وياه ونرجع. يا سلام. فكان الرجل عرض عليه عدة حلول. اللي انا يا اخوان موضوع الاب والام لا زلت احس انهم يعني في كثير من الاباء لازم تساعد ابنائك على برك. انا اعرف لكم ناس موجودين عندنا في هالبلد الكريم عيالهم ما شاء الله تبارك الله ائمة مساجد ووصلوا إلى مراتب شرعية عليا والأبو ما يصلي. يعني تخيل واحد يكلمني يقول لي يا أبو عبد العزيز والله العظيم إني في ضيقة ما يعلم فيها إلا الله، إني أشوف أبوي يصلي في البيت وإحنا نروح نصلي في المسجد. كريم ويعطينا ما خلى علينا قاصر وتعب في تربيتنا حتى أوصلنا إلى ما إحنا عليه، ونحب حب شديد. بل أمي تبكي ليل نهار على أساس يقول ما فيه يعني من عيوب الدنيا شيء، اللهم ضعفه في الصلاة. وهذا أمر خطير جدا، الصلاة هي أول. يقول أبي أشوفه في الجنة، أبي أشوفه معي في الفردوس الأعلى من الجنة. أنا أروح لعملي وعملي شرعي وأخوي يروح إمام مسجد والناس كل أبوها يعني كل عياله صالحين وهو صالح، لكن اللهم أنه ضعيف في صلاته. قلت لها يعني الرجل قلت له هل هو يدخن؟ قال لي والله. قلت ربما هذا سبب، لأن رأي المدخن ينزوي، لكن صدقني بإذن الله إن ما جاكم الصلاح إلا من صلاحه، وإن الرجل هذا تلقاه يتحسر. يا رجل الإنسان يحمد ربه أنه من ضمن 8 مليار على الكرة الأرضية أن عياله صالحين، أن عياله يروحون المسجد. صحيح. ترى 8 مليار أنك تكون من 500 مليون أو 600 مليون تصلي في المسجد في وقتها أمر مو سهل يا أخوان. من اللي خصك أنك تكون أنت عيالك صالحين؟ في ناس عيالهم مذينهم في السجون وفي مشاكل. الحمد والشكر لله يا أخي. لا تدخل التعب في قلوبهم، أسعدهم. فهذه رسالة أنا أوصلها لجميع الناس. إذا شفت ولدك صالح ساعده ووقف معه، وحتى لو فيك منك خلل عدل خللك على الأقل قدام ولدك. أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهذا الصلاة. اليماني طلق المرأة. أنا ما بغيت أقول للمشاهدين. هو سبحان الله على الشهادة، سبحان الله.